باخد من البكل، هعتبر الناحيه دي البكل، اوكي، بطلع من تحت وبعدين اخد اللينجوال معايا كده، وبعدين اطلع بالنيدل كده اهوت، اوكي، وبسحب الاخر. بص هنا بقى انا المفروض بقى ماسك الطرف اللي هو ده واسحب كده كده لغايه ما اسيب حته قصيره قوي عشان السوتشر ما يهدرش مني، اوكي. وبعدين بثبت ده في ايدي، يعني بثبت النيل هولدر ده في ايدي كده زي ما انا ماسكه، صباعين هنا وصباع الاندكس قدام، وايدي الشمال هي اللي بتلف عليه لفتين، واحد اهي بلف ببطء، اتنين، تمام. انا كده لف لفتين على النيدل هولدر، واقوم فاتح النيدل هولدر ماسك اخر حته في السوتشر، واقوم شادد الطرف الشمال بس، ما شدش اليمين، عشان لو شديت اليمين معايا الطرف ده هيطول، يعني لو شديت مع بعض الطرف ده هيطول، فانا بسيب ده ناحيه التيشو واشد الشمال بس اهوت، تمام. يبقى انا كده خدت النوت اللي هي بسميها السيرجن نوت، ثم بعد كده بعمل حاجه اسمها السيفتي نوت، اللي هو بثبت برضه نيدل هولدر. انا كنت بلف المره اللي فاتت كلوك وايز او انتي كلوك وايز، وات ايفر الدايركشن انتوا عايزين تقولوه، المهم يعني اتجاهين غير بعض. الاتجاه الثاني بثبت نيدل هولدر والف الناحيه العكسيه لفه واحده بس اهي، وامسك الطرف ده واو كده، اسمها السيفتي نوت. ممكن اخد سيفتي نوت كمان، ادي واحده في الاتجاه اللي هو الاولاني يعني عكس الثاني، يبقى الاول والثالث في اتجاه واحد والثانيه اتجاه غير بعض، واربط كده. كده بقى عندي واحده انتربتد، بمسك الطرفين مع بعض كده، الطرف بايدي والطرف بالنيدل هولدر، وبجيب المقص واقص السوتشر بحيث اسيب حوالي 2 مللي من السوتشر عشان العقده ما تفكش مني، وده كده بيبقى منظر الانتربتد سوتشر. هعمل كذا واحده تانية مع بعض بنفس التكنيك بالظبط. بجيب التيشو فورسبس وبمسك الحرف الاولاني واخد اول دخله، ثم امسك الحرف الثاني واخد تاني دخله، واطلع بالنيدل كده واسحب قبل الاخر بشويه، وبعدين امسك الطرف ده بايدي انا، هسيب النيدل وامسك من هنا، وبعدين طرفين اهو هلف ده كده، واحد اتنين، وامسك الطرف ده واشد الشمال بس، اوكي اهو على جنب الانسجن لاين من ناحيه الباكل سايد، تمام. ادي الانسجن لاين وادي النوت. هاخد بعد كده اللي هي السيفتي نوت بتبقى عكس الاتجاه واربط كده، وبعدين واحده كونفرماتري الاتجاه الاولاني خالص واربط كده، وهاجي برضو بالمقص واقف، تمام. ده كده 2 انتربتد سوتشر. هاخد واحده ثالثه، بمسك بالتيشو فورسبس الباكل تيشو وادخل فيه بحيث يبقى فيه جود بايت. يعني ايه جود بايت؟ يعني من الحرف الانسجن لغايه ما ادخل بنير على الاقل حوالي 5 مللي، فداخل كده اللي هو نص سنتي كده عشان يبقى عندي جود بايت، يعني الغرزه ما تفكش مني. وادخل في البالاتال بنفس المنظر ده كده، واسحب دي كده. بعد ما اسحب دي بسيب التيشو فورسبس على جنب وبمسك دي زي ما انتم شايفين كده. بصوا بلمها في ايدي ازاي اهي عشان تبقى ملمومه في ايدي، ما تبقاش مبهدله، واعرف الفها كويس واخد النقطه الاولانيه. هلف 2 في اتجاه وامسك الطرف الفاضي واقعد كده على جانب الانسجن لاين باكل سايد منه، وبعدين هلف في العكس واحده بس اللي هي السيفتي نوت، اسف اهي، وامسك الطرف ده واربط كده، وبعدين واحده كونفرماتري في الاخر زي الاتجاه الاولاني واربط بالمنظر ده كده، واجيب المقص وابتدي اقص الطرفين مع بعض واسيب حوالي 2 مللي علشان الغرزه ما تفكش مني. هاخد سوتشر رابعه هنا علشان اوري المسافات المعقوله والمطلوبه ما بين السوتشرز بعضها قد ايه بالظبط من البكل لللينجوال. واخد كده في ايدي زي ما انا قلت، اسحبه في قبضه ايدي عشان ما يلخبطنيش، وبعدين بلف لفتين اهي، واحد اتنين بايدي الشمال
في اي اتجاه، اليمين الاول او الشمال او مش مشكله، وباخد بسحب الطرف الصغير على قصير كده واربط على الجنب كده. ادي اول نوت اسميها سيرجن نوت، وبعدين بلف لفه شمال او عكس الاولانيه عشان ما نقدرش نرتبط بيمين وشمال، وبعدين اسحب واربط كده، وبعدين كونفيرماتوري نوت نفس اتجاه الاولانيه خالص. يبقى باخد اتجاه اولاني غير التاني والتالت زي الاولاني. ده المنظر بتاع الانترابتد سوتشر، عباره عن 4 سوتشر ورا بعض تقريبا بمسافه متوازيه ومعقوله. الانترابتد ده بيستخدم في كل انواع الخياطه، اذا كان في سنان او لينير انسيجنز زي ما احنا عاملين كده لينير انسيجن، او في سنان في النص باخدها من البابيلا للبابيلا،